السلام عليكم. اهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة هنشوف مع بعض فاكهة غريبة جدا وجديدة علينا ان شاء الله تعجبكم. هي طعمها لذيذ، مفيدة ايضا، من الحاجات اللي لسه يعني وجودها في مصر او في الوطن العربي عموما لسه بقاله كذا سنة، بس سنين قليلة مش كتير. الفاكهة دي هي فاكهة الباشون فروت او ام الفواكه او الميس فلورا، لها اسماء كتير. اول حاجة شكل الورقة بتاعتها، شكلها بيكون بالشكل ده ثلاثي تقريبا. ده شكل الورقة بتاعتها. الشجرة دي يعتبر شجرة متسلقة، يعني زي مثلا لازم نعمل لها تكعيبة زي العنب كده، عشان بتتسلق، لان ده نبات رخو. ده شكل الزهرة بتاعتها اهي، والنحلة بتجمع منها حبوب اللقاح. كمان بتعمل لها عملية تلقيح للزهرة. النبات ده جاذب جدا للنحل، عشان كده يفضل يكون في مكان فيه نحل لو هنزرع بكميات كبيرة كذا فدان مثلا. ده الزهرة بتاعتها اهي، مرحلة الزهر بتاعها هي دي. ده اول حاجة، ده شكلها في البداية، وده لما بتفتح النحل بيعمل لها عملية التلقيح اهي. حتى لو لاحظتم هتلاقوا فيه كمية حبوب لقاح كويسة ما شاء الله. يفضل في دراسة اتعملت في الصين ان لو عندنا مزرعة كبيرة وعملنا حواليها تكعيبة الباشن فروت، فبيقلل جدا مرض ذبابة الفاكهة. فعشان كده في بعض المهندسين الزراعيين اوصوا بزراعة الباشن فروت حوالين المزارع الكبيرة، وخصوصا لأشجار الموالح والخوخ والجوافة، اللي هم أكثر عرضة لذبابة الفاكهة. الثمرة بتاعتها، بالنسبة للثمرة بتاعتها هي دي شكل الثمرة. ده ثمرة كبيرة اهي، وديت ثمرة لسه العقد بتاعها قريب. وده فيه ثمرة ايضا اهيت، ده لسه ثمر حديث. انتاجه سريع جدا، هو بيظهر مرتين في السنة، مرة في شهر 4 و5، والمرة التانية في شهر 9 و10. ده ايضا ثمرة اهي، يعني بيبقى فيه ثمار وقت الازهار، ممكن تشيل الثمرة طول السنة طبعا، ما عدا فصول الشتاء، ان الشجرة دي اكثر عرضة للصقيع، ممكن يأثر عليها بالسلب. عشان كده يفضل زراعتها في المناطق الحارة، تشتغل فيها كويس وبتنتج فيها كويس. المنظر اللي احنا شايفينه ده لا، مش هو انسب منظر. انا عامله على سلك، على سور الجنينة بتاعتي. فهو لو عايزين انتاج كويس بنزرعه على تكعيبة. ده برضو ثمر لسه عقد اهي. بالنسبة لتلقيح الزهرة ده، لو احنا عايزين نعمل لها تلقيح يدوي، هو عموما الزهر ده كله التلقيح بتاعه عن طريق النحل. بناخد
الميسم ده من الميسم المذكر، وبنعمله من تحت في الزهرة في الميسم المؤنث بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. ممكن نكرر كذا مرة. وطبعا مع التلات مياسم بيبقى فيه 3 مياسم أنثوية و5 مذكرة زي ما انتم شايفين اهو. ده وده وده، ده الميسم المؤنث، وده الميسم المذكر. 1 2 3 4 5. ده شكله اهو. هنا الاصفر ده بيكون فيه حبوب اللقاح بتاعتنا. حبوب اللقاح بتاعتها يعني مش كتير، لا. حاجات بسيطة اهي لو واخدين بالكم. هو ده حبوب اللقاح بتاعتها. بيجي عليه النحل بياخدها وهو خارج، بتلقط منه المياسم الأنثوية. السمر ده فيه منه أنواع كتير. النوع اللي معانا بعد ما بيستوي بيكون لونه بني. بنعرف انه استوى امتى؟ لما الشكل الأخضر ده يتحول للون بني، ساعتها بنعرف انه استوى. يفضل رشه بعنصر الحديد، ده من الحاجات المهمة جدا اللي احنا لازم نعملها في الباشن فروت. كمان يفضل الري بانتظام عشان ما يأثرش على الشجرة بتاعتنا. بتنتج الشجرة دي بعد حوالي سنة او سنة ونص. ده كانت شجرة مزروعة من العقلة. شايفين ده كمية الازهار معانا اهي لسه بادئة. الثمرة دي اتلقحت اهي. عايز اوريكم برضو شكل الجذع بتاعها اهو. هي شجر متسلق، طعمه جميل جدا. ديت برضو اتلقحت اهي والتلقيح بتاعها نجح. في بعض الحشرات بتيجي برضو عليه، ده مفيد جدا. بتلقحها تعمل عملية التلقيح للثمار ما شاء الله. برضو مهم جدا التقليم للشجرة دي باستمرار. التقليم بيكون في نهاية فصل الشتاء، شهر يناير وفبراير. التقليم هيدينا نتيجة كويسة للأزهار، وبيدينا كمية زهر كويس، وبيشيل إنتاج أكبر لو عملنا له تقليم بالطريقة الصحيحة. ده المراحل تكون الثمار. زهرة صغيرة وزهرة كبيرة، وده بعد ما اتلقحت، وده شكل الثمرة النهائي بتاعها. في النهاية اتمنى من حضراتكم تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس دعما لنا للاستمرار وتقديم المزيد. كمان يا ريت تعملوا شير للفيديو مع لايك وكومنت لينا. وشكرا لمتابعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.